الأهلي يفوز على زد بهدفين مقابل هدف. في مباراة كان فيها حاجات كتير جدا، فيها حاجات إيجابية من أهمها اللعيبة الصغيرين اللي خدت فرص النهاردة. ومنها برضو اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب لفترة طويلة ابتدت النهاردة تاخد فترات كبيرة، وفي لعيبة برضو يعني رجعت للتهديف زي كهربا وعبد القادر، فدي حاجة كويسة جدا وممتازة. نبتدي النهاردة. الأهلي بدأ باللي هو يعتبر تشكيل كله لعيبة ما كانتش بتلعب أساسي. بدأ مصطفى مخلوف اللي هو الحارس، يعتبر الحارس الرابع بعد الشناوي وشوبير وحمزة علاء. آه، وبرضو بدأ قدامه ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس اللي النهاردة كان ممتاز جدا في حتة العرضيات، وفي حتة برضو التغطية الدفاعية كان ممتاز. ونيجي برضو قدام لعب مصطفى بالخير، ولعب مصطفى بالخير لعب جنبه كريم نيدفيد، ولعب محمد عبد الله، لعيب خامته عالية ولمساته كويسة جدا. ولعب قفشة وكهربا وعبد القادر. يعني الأهلي ريح لعيبة كتير جدا، منها حسين وريح رضا سليم وريح لعيبة كتير. سواء بقى ريح منعم وريح ربيعة وشناوي وشوبير كمان، فحاجة كويسة جدا. ابتدى الأهلي يعتبر الماتش كان اللي هو يعني مفيش هجمات ولا هنا ولا هناك، لحد ما الكرة ابتدت تيجي لمحمد عبد الله اللي هو ابتدى يحاول، ابتدى يسدد، ابتدى اللي هو ياخد الكرة ويروح بيها ويصنع فرص. وبعدين ابتدى قفشة كمان يعمل باصات كده في العمق هو وكهربا، بس كلها كان بيتعامل معاها قلب دفاع زد. فالماتش فضل 0-0، لكن لحد دقيقة 21 تدخل من عمر كمال مع مصطفى، مع رأفت خليل ولا مش فاكر رأفت خليل ولا مصطفى زيكو، بس هي يعني ضربة جزاء صحيحة. يدخل عبد الله بكري حطها في القايم، وبعدين حصل كام كرة في العمق، بس كان بيتعامل معاها كويس جدا مصطفى مخلوف. رغم الهدف، بس أنا يعتبر يعني تعديها له، لأن يعتبر أول مرة حارس سن صغير يلعب ماتش أساسي، فأكيد بيبقى فيه ربكة، وأكيد بيبقى فيه يعني اللي هو قلق وتوتر نوعا ما. وبعدين يحصل اللي هو الأهلي يمسك كورة شوية، بس مفيش خطورة، مفيش اللي هي هجمات، لحد ما تيجي الدقيقة 40 الأهلي ابتدى خلاص ماسك الكورة براحته وبينقل وبيعمل هجمات. ابتدى عمر كمال عمل عرضية ممتازة جدا على دماغ كهربا اللي كان متحرك ممتاز. التحركات بتاعته النهاردة كانت كويسة جدا، يلعب الكرة بدماغه كده بس، لكن الكرة طلعت فوق العارضة. وبعدين برضو الأهلي فضل ضاغط كرة في العمق كده ما بين قفشة، يلعبها لمحمد عبد الله، محمد عبد الله يلعبها لقفشة تاني، يلعبها لكهربا اللي بيلف وبشماله ويلعبها على لطفي تألق فيها يصدها. الكرة يعتبر كانت يعني رايحة. بعدين قفشة يلعب الركنية تتلعب تيجي لمحمد عبد الله يشوطها تصد على لطفي، ترجع تاني ترد قدام كهربا يقدر يسجلها ويبقى الهدف الأول. وحاجة كويسة جدا خصوصا إن كهربا يرجع للتهديف، فدي حاجة كويسة جدا معنويا ونفسيا. وبعدين يخلص الشوط الأول على كده. بعدين الأهلي ينزل الشوط التاني، نازل ضاغط، نازل اللي هو يحاول يجيب التاني. برضو كان في وقت بعدها، بعد ربع ساعة من الشوط الأول، كان زد بيحاول اللي هو يعمل هجمات ويعمل خطورة، بس كانت كلها يعتبر على الفاضي كده. وبعدين الأهلي ابتدى اللي هو يلعب في العمق كتير، وكرة كده يلعبها قفشة بينية ممتازة، تيجي لأحمد عبد القادر اللي خد الكرة وجري بيها في مساحة كبيرة، وقدر اللي هو يثبت المدافع ويلم بيه بطريقة ممتازة جدا. أنا قلت اللي هو كالعادة اللي هو هيلم بيه وهتتقطع، بس هو ثبت المدافع حلو وبص على الجون الأول اللي هو حطها في الزاوية بعيدة، جون ممتاز جدا من أحمد عبد القادر. بعدين الأهلي فضل يعني الماتش فضل مرتاح لحد ما جه فينا هدف كده طلع غلط من مصطفى مخلوف، بس يعني عادي، يعني كل الحراس بتغلط، يعني مش هنذبح لعيب أول مرة يلعب. فحاجة ممتازة جدا إن الأهلي النهاردة قدر يعني
في إيجابيات كتير في حتة اللعيبة الصغيرة إنها تبان وتظهر وتاخد فرص، فدي حاجة ممتازة. واليوم مبروك للنادي الأهلي فوز 21 على التوالي، والنقطة 84، وبإذن الله نكسب ماتشين الجايين ونوصل ل90 نقطة بإذن الله يعني. السلام عليكم.